حارس إلى حارس ياسين بونو. ياسين، في البداية خليني أرحب فيك وأقول لك ألف مبروك. أكيد الانتصار مهم، التأهل إلى الدور القادم مهم، والمباراة أن تخرج أيضا بكلين شيت أصبح أمر معتاد للفريق الهلالي. ألف مبروك. لا الحمد لله، العمل ديال الفريق اليوم كان في مستوى كبير. لعبنا مع واحد الفريق اللي ماشي سهل، يعني صراحة أحسن الفرق في الدوري واللي منظم كثير واللاعبين ديالو في مستوى كبير. ولكن الحمد لله ما فقدناش التركيز، تعاملنا مع المباراة بشكل جيد والحمد لله. كنبغي نهني كاع اللاعب. ياسين، خليني اخذك شوي برا المباراة. كنت حديث يعني وسائل التواصل الاجتماعي قبل المباراة، اعتذرت سابقا عن حفل الفيفا لتسليم الجوائز لأفضلية اللاعبين بسبب ارتباطك مع الفريق الهلالي. الآن نتحدث عن حفل الاتحاد الافريقي وانت المرشح الاول لجائزة افضل حارس، لماذا لم تذهب؟ كما كتعرف انا يعني الواقع ديالي هو نادي الهلال، والمباراة ديال اليوم مباراة مهمة جدا. فالكاع الواحد الكلشي كيبغي يحضر في حال هاد الحفلات وداك الشيء، ولكن الواقع ديالي هو نادي الهلال، والمباراة ديال اليوم كانت مهمة وكان خصنا نفوزوا بها، وكما شفتي الخصم ما كانش عادي. على اي يعني لا تعطاتني الجائزة كنبغي نشكر كاع اللاعبين ديال المنتخب الوطني والناس ستاف تكنيك واصلا وايضا الناس ديال إشبيلية اللي عاونوني بزاف، والان مع نادي الهلال اللي تا هو كيخليني نبقى في مستوى كبير. ولما فاز بها حارس اخر فكنبغي يعني نحييه تا واحد. كاينين حراس كبار الحمد لله في افريقيا وهادشي اللي كاين. المصادر تقول بأنه إدارة الهلال والمدرب سمحوا لك بأنك تروح للمباراة، حب كبير تمتلكه لهذا الفريق على الرغم من قصر المدة. ولكن كما كتعرف كما قلت لك الواقع ديالي هو نادي الهلال، وانا كنخدم كل نهار باش يعني نجاوب مع يعني داكشي اللي محتاج الهلال، فما نقدرش يعني غير نجي ونروح بالطريق. اختصر لك الكلام، الحمد لله انه جانا بس والله. شكرا بونو. ألف مبروك ياسين. شكرا ياسين بونو. علي البليهي. علي، ألف مبروك.